البنات، شحالكم كاملات؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وكنعتذر على تاخيراتي في الفيديوهات، ولكن لظروف العمل. بالنسبه اليوم كما شفتوا غادي ندير لكم دجاج محمر مدغمر بالليمون ومع السفه بريستيج انا اخترت انني نديرها بالمخامس وزبده الكاكاو. بالنسبه للمقادير البنات ساهلين بساط، ولكن الصراحه صدقوني الوصفه كتجي خطيره. هنا كما شفتوا البنات راني الدجاج غسلته غسيل العادي اللي كنغسلوه يعني المعروف، وكنخليه كينشف ليله كامله. كما شفتوا اللحم ديالو راه ناشفه باش كيشرب ديك التغميره اللي غادي ندير. بالنسبه المقادير غادي نحتاج واحد المعلقه ديال السمن، غادي نحتاج شويه ديال سكنجبير خضر محكوك، غادي نحتاج شويه ديال الهريسه، غادي نحتاج هنا ضويمات ديال يعني الزعفران شعره وشويه ديال الزعفران شعره، واذا كان عندكم الزعفران شعره يعني نخدموا يعني بواحد فيهم. غادي نحتاج واحد معلقه ونص او 2 معالق ديال القزبور حبوب، غادي نحتاج واحد 2 معالق ديال الخرقوم، معلقه ونص ديال القرفه، 3 المعالق ديال السكنجبير. بحكم ان لا كونتيتي اللي عندي ديال الدجاج غنحتاج شويه ديال البزار لاني مستعمله الهريسه، وغادي نحتاج يعني شويه ديال الكمون، يعني غير معلقه صغيره ما غاديش نكثر منه. وغادي نحتاج شويه ديال القعقله وشويه ديال البسيبيصه بيان سور غيكونوا مطحونين. وغادي نحتاجوا القشور ديال يعني قشور ديال الليمون. هنا قعقله وبسيبيصه البنات هما اللي كيكونوا كتعويض على العطريه ديال الدجاج، والصراحه البنه ديالهم كتجي احسن واحسن من يعني العطريه ديال الدجاج. عندي هنايا واحد الكركيبه ديال الثومه، يعني الثومه ما ككثرهاش بزاف. وكما قلت لكم عندي معلقه ديال السمن، عندي معلقه صغيره ديال سكنجبير خضر يعني مطحون، غنحتاج واحد المعلقه صغيره ديال القشور ديال البرتقال، وغنحتاج واحد 4 الحامضات مصيرين وشويه ديال الهريسه. ومن طبيعه الحال الاساسي عندي هي المسكه حراء اولا تيدكت كما كنقولوا لها، وجوج معلقات ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو. وهنايا غادي نحتاج يعني التتمه ديال التشرميله المعدنوس والعصير ديال الليمون. هنا عندي 2 الاطرو ديال العصير ديال الليمون واخا ما غنستعملوش كامل. وغادي نحتاجوا الزيت البلديه والزيت الروميه يعني الطنجره ديالنا، وتقدروا تخدموا غير بالزبده وبالزيت يعني عادي. هنا في الهاشوار البنات راني خديت هذاك المعدنوس كما كتعرفوا عليا، راه المعدنوس انا كنخدم بالمعدنوس ما كنخدمش يعني بالقزبور. هنا غادي ناخذ غير اللب ديال داك الحامض المصير كما عطيت للبنات هنايا راه هما اللي كيخدموا يعني دوك القشور يعني والسكنجبير ديالي هذاك اللب ديال الحامض مصير. يعني كلشي المقادير غادي نديرهم في الهاشوار اللي ذكرت من قبل، غادي نديروها في الهاشوار. غادي نزيدوا عليها شويه ديال العصير ديال البرتقال، وغادي نطحنوها مزيان مزيان حتى بحال ليا هذيك التشرميله. وهذا هو الاساسي عندي في يعني في هاد يعني الدجاج بالليمون. والصراحه البنات كنتمنى انكم تجربوه لانه فريمون كيجي خطير وكيجي مذاقه يعني لا يعلى عليه. وهذا من طبيعه الحال بشهاده لي كليون، بشهاده البنات اللي حضروا في الحصه. هنا عندي واحد 3 البصيلات، يعني البصيله راه ما كنكثرها نهائيا. هنا البنات من بعد ما كتطحن ليا هذيك يعني هذيك المقادير كامله، فكنحاول انني نلبس داك الدجاج كامل بهذيك التشرميله، يعني من بين الجلده لداخل في جهه الفخاذ. كنحاول انني بيكي الصدر باش انني ندخل ليه هذيك التشرميله، وكنشرملو هكا مزيان. تقدروا تخلوه ليله كامله يعني لا حرج. انا بالنسبه لي هنا راني يعني منشفته واستعملته في البلاصه، ولكن بالنسبه لي يعني ملي كيكون عندي الوقت راه كنخليه ليله كامله وهو مشرمل. ديك البصيلات اللي عندنا البنات شديتهم دوزتهم في الهاشوار لاني ما بغيتهمش يبانوا ليا في التغميره، يعني باش تجيني واحد التغميره معلكه. وهذا هو الفرق. غادي نديرو في الطنجره ديالي، وغادي يعني غادي نحط الدجاج ديالي من بعد ما ربطت ليه الرجيلات ديالو. وهذوك الجنيوحات نحاولوا اننا يعني نشدوهم بشي حاجه باش ما يعني باش من بعد ما يتفتوا في الطنجره. هنا بعد ما شفت الدجاج باللي ما مشدوش مزيان، فعطيت البنات يعني باش يديروا ليه الخيط، يعني باش يبقاو دوك الرجيلات ملي كيطيب يعني ما كيتحلوش ليا دوك الرجلين وكيخسر لا فورم ديالو. وغادي نوقفها على الصدر. هذا هو طريقتي باش كنطيب الدجاج، يعني الصدر كيكون تحت والرجلين كيكونوا الفوق، هكا كنضمن ان الطياب كيكون مقاد 100%، وان يعني الصدر ما كيبقاش هكا مزعف ليا ولا يعني كيتفرتت.
ويعني وهذه هي طريقتي بالنسبه للدجاج. هذيك لاصوص اللي بقات ليا ولا ديك التشرميل اللي بقات ليا راه فانا كنخويها في الكاميله، وغادي نزيد عليها شويه الزيت وزيت الزيتون وزيت المائده، وغادي نردها فوق البوطه مغطيه، يعني ما درت ليها لا عصير لا والو. هنا بالنسبه للمخامس يعني غادي نشدو، غادي يعني هذه هي طريقتي باش كنصاوبو، يعني غندير ليه واحد شويه ديال الزيت كما كنصاوبو يعني السميده ديالي. وغادي نديرو التفويره الاولى يعني بطريقه الكسكس اللي كنعرفو. التفويره الاولى، التفويره الثانيه غادي تكون فيها الماء والملح، وكنسقيه يعني كنسقيه وهو سخون باش كيشرب ليه وباش كيعطيني لا فوليوم. هنا البنات داك العصير ديال الليمون من بعد ما يعني كيطبخ ليا هذيك الطنجره، وكتحاول انني بهذيك الطريقه ولا بداك البخار كيدخل كتدخل تشرميله الدجاج، فغادي نزيد ليها العصير، واحد القياس ديال العصير ايترو تقريبا ديال العصير، ونخليها كطيب. هنا من بعد ما تفورت ليا البنات المخامس التفويره الاولى، فكنعطيها الماء، يعني ما كنخافش منه، كنعطيه الماء لانه ابخي هو كيعطينا يعني كيزيد في لا فوليوم اون بليس. يعني اي كسكس كنا كنرشوه وهو سخون فكي كيشرب لينا الماء مزيان وكيعطينا لا فوليوم مزيان. هنا البنات كما شفتوا الدجاج ملي طاب ليا فانا حيدته كنخليه حتى كيبرد، غادي ندهنو بديك السمينه اللي عندي، وغادي وهنا كما شفتوا الدغميره خاصها تتلبى مزيان مزيان، يعني غنبقى مره كنحركها. هنا البنات من بعد ما يعني تفور ليا يعني المخامس، غادي نضيف زبده الكوكو، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال زبده الكوكو، معلقه ونص ديال الزبده سبيسيال، وغادي نخلطو كما شفتوا. راه المخامس هذا غير كيلو، راه تبارك الله عطانا يعني واحد لا كونتيتي اللي هي كثيره. غنستمروا بحال هكا يعني حتى كيدخل ليه يعني كيدخل ليه هذيك الزبده ديال الكوكو الزبده، وعاد غادي نزيد ليه نيسلي، يعني ماشي كراميل ولكن نيسلي باش كيجمع لي دوك الحبات اون فوا كنديرو في المول، وكيجيني ديفيسيل باش انني نديمو ليه. هنا هذه هي البلا فاش غادي نحطو ودرتو في هذاك المول مشرك، وانتم كيبقى لكم الاختيار. هنا خديت واحد 6 الحبات ديال يعني المسكه، من بعد ما هذيك لاصوص اولا ديك الدغميره يعني دغمرت. هنا بان لي بلي خاصها شويه ديال الزيت فزدت ليها شويه الزيت، يعني ما تخافوش منها باش كتوقف لي ديك الدغميره ديالو. والزيت راني ما استعملتش زعما شي كونتيتي كبيره ولا شي حاجه ديال الزيت. هنا من بعد ما الاخت قلبت المول فديك الحفيره كنحاول انني نزيد نعمرها يعني بهذاك الكسكس باش نقدر نفينيها. وغادي ناخذ اللوز اللي هو مقلي ومهرمش كما قلت لكم، يعني اللوز مقلي ومهرمش هو اللي كندير في الجناب، ولا فينيسيون كيبقى لكم نتوما الاختيار. يعني المهم عندي هو الفكره وهو البلا، وانتم بطبيعه الحال وكما كتعرفوا كما كنقول لكم ديما نتوما تفنوا كما بغيتوا. بالنسبه لي زيليمون ديال لي فينيسيون اللي درت في البريستيج، فانا خدمت بالكيوي عسلته، خدمت يعني بالاناناس المشماش التوت، وهنا خديت الكركاع والعنب يابس درتو يعني في ديك الفوق في ديك الحفيره. خديت 3 ليفيغين، وحده درت فيها الدهن هي الزبده يعني سبيسيال، كندير فيها واحد شويه ديال اللب ديال يعني ديال الخبز، غندير فيها واحد شويه ديال الشيشه اولا البلبوله واحد المعلقه، وغندير فيها الزعتر ونخليها كطيب حتى كتحرق داك الحليب فكتولي ليا بحال هكا ملي كتبرد. وغادي ندير الاخر فيها العسل، وغادي ندير يعني يعني الكاس الاخر غادي نديرو فيه نيسلي خضر، هذا باش غادي نقدمو كما شفتوا يعني شي حاجه اللي هي فاسيل، ولكن لوغو والريزولطا يعني كانت فوق الرائعه وفوق الطب. هنا درنا الكيوي واناناس. هنا شفتوا الدغميره كي ولات ليا يعني تلبات مزيان مزيان ويعني وقفات مزيان مزيان. فغادي نضيف ليها يعني هذيك القشاوش ديال الدجاج اولا الكبده ديال الدجاج اللي ديجا سلقتهم وقطعتهم طراف. غادي نخلطوا هادشي كله، هو يعني الكبده انا ما كنزيدهاش في هذاك الطون ولا القشاوش، كنزيدهم في اخر مرحله يعني باش كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. انا لا فينيسيون درت الكنافه جوج الانواع ديال الفرامج تشيلدر و يعني فرماج احمر، درت بيض السمان يعني خديتهم هكاك درت ليهم لي في دور في الكري وفي الدوغي، وخديتهم هكا قبضتهم يعني بالفرشيط ديال البلاستيك صغار، وقدمت معاهم الليمون يعني كتيم على البلا.
والدغميره درتها هكا في دوك الطبيسلات وحطيت حداهم يعني الزيتون، يعني ما دخلتوش في الدغميره. وكانت هذه وصفتي اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوا عليا بلي لايك بلي جيم بارطاج، واللي مازال ما تابونا في القناه يتابونا في القناه. حاجه اللي بغيت ناكد لكم البنات، الدجاج من بعد ما يعني برد ليا وشرب ليا هذاك السمن، فانا قليته في الزيت، وهذه هي طريقتي اللي كنستعمل بالنسبه للدجاج بالليمون. وبسلامة عليكم البنات، حتى وصفة جديدة فيديو جديد. وما تنساو ما تنساو شجعوني، لاني محتاجة فريمون تشجيعات ديالكم. وبسلامة عليكم حتى الوصفة جديدة.